ده طاجن سجق بالبطاطس والخضار، بجد من احلى واطعم الطرق اللي هتاكلوا بيها السجق، ده غير انه سهل وسريع جدا، فيعتبر من احلى افكار الغدا اللي ممكن تلجأوا لها لو ما عندكوش وقت تطبخوا. فتعالوا نعمله مع بعض. جبت طاسه سخنتها على الاخر، ما حطيتش فيها اي ماده دهنيه لان السجق بيكون فيه دهون كفايه. حطيت السجق فيه هياخد صدمه ويتشوح كده لمده دقيقتين 3 على الناحيتين، مش محتاجين ان هو يستوي، مجرد بس يتشوح وياخد لون لانه كده كده هيدخل الفرن في الاخر. شلت بقى السجق من الطاسه، في نفس الطاسه ضفت بصلايه متقطعه جوليان وشوحتها دقيقتين كده لحد ما تصفر. ضفت كمان فصين من الثوم المفروم، شوحته شويه مع البصل لحد ما ريحته تطلع. نزلت بشويه من مكعبات البطاطس، حوالي كده بطاطسيتين متوسطين، شوحتهم شويه مع الثوم والبصل. ضفت كمان شرايح من الفلفل الالوان ياخدوا بس كده تشويحتين، وبعدين نزلت على طول بطماطم مبشوره او مضروبه في الكبه، يعني ما تبقاش عصير قوي، تبقى سميكه شويه. عليها معلقه كبيره من الصلصه، زودت تقريبا نص كوبايه من الميه، شويه ملح وفلفل اسمر، بابريكا وسبع بهارات، ودي اختياري، ممكن ما تضيفوهاش لو حاسين ان السجق فيه التوابل الكفايه. انا السجق بتاعي كان يعني التوابل بتاعته قليله شويه فزودتها في الخضار. بحب اضيف معلقه كبيره من دبس الرمان، هو طعمه مش بيبان لكن بيعزز الطعم وبيخليه احلى. هغطي بقى على الكلام ده لمده 5 أو 7 دقايق كده لحد ما تحسوا ان البطاطس بدات تستوي شويه، عشان ما تطولش في سواها في الفرن. نكون محضرين الطاجن بتاعنا، اول ما نطفي على الخضار نحطه في الطاجن ونحط فوقيه على طول السجق اللي احنا شوحناه. نقلب كده السجق جوه الخضار. انا دخلته على فرن حراره 220 فاتحه فيه الفرن والشوايه مع بعض. اول كده ما حسيت ان الصلصه بدات تتقل شويه والسجق من فوق خد وش، طلعته على طول. بيتاكل بقى بالعيش، بيبقى خطير، او حتى ممكن تقدمه جنبه رز ابيض وبس كده، بالهنا والشفا.